في قاعدة محتاجة أفكر بيها كل الناس. هدية العيد ميلاد كنا بنقول عليها كل اللي يجيبه ربنا كويس. إيه موضوع أصلها عايزة؟ حبيبتي احنا كلنا عايزين دي واحده بقى من شله صحابنا تطلع كده تحرجنا كلنا طبعا، لم خمسينات فك اساسا عشان عيد ميلادها، وهي تخش تقول يا جماعه انا كلمتها بصراحه وعرفت بجد هي عايزه ايه. هي كانت عايزه مكنه قهوه وانا بحاول امانجت يعني ب 23,000 جنيه. حضرتك انت نادي الدفعه بتاعتنا بقى، دفعه الجامعه كلها والدفعه اللي جايه اللي اتخرجت بعدينا شاركونا في الهديه اللي انت بتقوليها دي، مش جروب واتساب 5 بنات بنتفق على هديه. يا احترام زمان كان الواحد بيتكسف يرجع اصلا الهديه الصغيره اللي ما بتشافش بالعين المجرده اللي الناس جابتها. النهارده بمنتهى البجاحه فين الجفت ريسيت؟ ما ترميها في وشي والله بجد. طب يلا بقى انا عيد ميلادي الشهر ده بقى وعايزه عربيه، يلا بقى هبل بهبل بقى. احتفالات العيد ميلاد زمان احنا كنا بنجيب تورته من النادي، يعني من اي حته في النادي، مش محل بيبيع تورت، لا لا، تبقى ريحتها كده قلبه ايه، وجبات البانيه كده والرز الغريب الابيض الساده اللي محدش بياكله ده، على الكريز الاحمر اللي كلنا بنشيله، وكلنا نتخانق على الكورنر الشوكولاته محدش بياكل الفاكهه غير الناس المعقده، عارفين القصه دي، ونقسم التورته والصداقه كانت مكمله. دلوقتي انا بخسر الناس قبل اعياد ميلادها، انا اسفه. انا لحد الهدايا اللي انتوا بتقولوها والجروبات الغريبه دي، انا اول ما حد بيضيفني في جروب ولسه هشوف اتش كده هابي ما بكملش، انا بعمل ليفت جروب.